سلام الله عليكم متتبعي قناة مطبخ سارة، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. عيد مبارك سعيد، الله يدخل لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. كما كتشوفوا اول فيديو عندي كيك بالفواكه الجافه، كتجي رائعه جدا. نوجدوها للفطور ديالنا ان شاء الله ديال العيد. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو. اول حاجه كنحتاجو هي 4 ديال البيضات، شويه ديال الملح، كبسه الملح، معلقه صغيره ديال القرفه ما عمرهاش، 2 خمارات، كاس من الزيت المائده، كاس من السكر سنيده، كاس من دقيق القمح الكامل، كاس من دقيق الفورس رطب، وعندي كاس من التمر وكاس من الكركاع. الكركاع كنقطعوه هنا في بول. كناخذ 4 ديال البيضات كنديرهم، كنضيف عليهم فاني وكنضيف عليهم سكر سنيده، وكنخدم بالباتور ديالي. كنطلع كلشي بالباتور. الا ما كانش الباتور غنخدمو بالهاشوار، سينو غادي نخدمو بالمولينكس العاديه. يعني ماشي بالضروره يكون عندنا باتور، انا جوست خدمت به باش تجي الكيكه طالعه مزيان. صافي هنا كنخدم الباتور وغنبقى نضيف المكونات الاخرى تدريجيا. ضفت هنا الزيت المائده وكنخلطو كلشي. غادي نضيفو كذلك المكونات المتبقيه كما كتشوفوا في الفيديو. درت المعلقه صغيره ديال القرفه. بالنسبه للقرفه اللي كيبغيها يديرها، اللي ما كيبغاش ما غاديش يديرها. غادي نضيف كاس ديال الدقيق الكامل ديال الزرع يكون ما مغربل ما حتى شي حاجه. كنضيف كاس من الدقيق الفورس. هنا عندي ضفت كاس من الكركاع. هنا عندي كاس ديال التمر حتى هو كنحيدوا له العظم وتنقطعوه طريفات، كلشي كنقطعوه طريفات صغارين. غادي نزيدو هنايا 2 شاصيات ديال الخميره ديال الحلويات. او اننا بغينا ما ديناش كيكه طالعه بزاف، نستعنوا غير نديرو غير وحيده. كنضيف كذلك معلقه صغيره من البيكربونات الصودا. هذا كيبقى اختياري، بغيتو تعطيه ديروه بغيتو ديروه. كنسخن الفرن ديالي على 180 درجه من الفوق لتحت. فاش كنبغي ندير الكيك ديالي كنشعل غير لتحت وكتعيش الفوق، وكنخلي ديما الكيكه بعيد على الفران، حيت كتعرفوا هاد الليمون هادو تيكونوا شويه كيحرقوا. نصاوبوا دابا الكراميل. كنحتاجوا كاس ديال السكر السنيده. كنديروا فوق البوطه تكون ناقصه باش ما يتحرقش لينا السكر. صافي هنا كنتسناو على السكر ديالنا حتى كيذوب تماما، كيولي لنا كراميل. من بعد ما كيولي لنا كراميل كنزيدوا عليه كاس من الكريمه السائله. ممكن نستخدموا كريمه حلوه، ممكن نستخدموا كريمه ديال الطبخ على حسب متوفر عندنا، حيت ديجا حنا عندنا السكر. من بعد كنخليو هاد المكونات هادو كنخلطوهم فوق البوطه. كما كتشوفوا هنا السكر ديالنا راه تيتعلق، ولكن راه فوق البوطه كيدوب. هنا كنضيفوا معلقه من الزبده. صافي هو الكراميل ديالي وجد. الكراميل خدمت به زوقت به الكيك. هنا كنخلي الكراميل جانبا، كنديروه في زلافه، كنغطيه بالسلوفان وخليه يبرد. هنا الكيك ديالي كما كتشوفوا كتجي مفشفشه، يعني كنورك عليها بيديا وكتطلع. يعني الكيك جات رائعه. الناس الطريقه اللي خدمت بها الكراميل غادي نعاود صوبت كراميل واحد اخر. درت فيه جوز الهند او الكوك الميدم. غنستعملوا الكوك الميدم. كنضيف عليه الكوك الميدم. هنا درت تقريبا واحد 100 غرام ديال الكوك. زدت عليها هنا معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نديروا الطبقه الثانيه او بالاحرى الطبقه الاولى من فوق الكيك ديالي. صافي كنابليكي الكوك ديالنا فوق الكيك، وغادي ناخذ الكراميل وغادي نضيفه من الفوق باش يشد ليا داك الزبيب. هنا كنستعمل الزبيب الاصفر، ما كنستعمل الزبيب القهوي. كنديروا الزبيب الصفر حيت فيه المنظر زوين. كنديروا الزبيب، عاد نديروا الكركاع ديالنا. صراحه الكيكه راه كتجي رائعه جدا، شي حاجه اللي واعره. خليوها تبرد في الثلاجه كتجي هائله. يعني كتحمر لك وجهك مع الضياف وغادي تعجب وليداتكم اي واحد دقه غادي تعجبو. كتجي رائعه جدا، ورغم ان التكلفه ديالها شويه غاليه ولكن كتجي هائله جدا. هنا كنزيد الكركاع. كنضيف عاوتاني الكركاع اللي كنخليه صحيح، ما كيكونش كاسي، يعني مهرس. صافي هذا هو الكيك ديالنا، كيجي جد مميز. كندير الكراميل من الفوق
كيجي رائع جدا. شي حاجه اللي زوينه غتعجبوا وليداتكم، غتعجب الضيوف ديالكم، غتزين لكم الطبله ديال الفطور ديالكم، مائده الفطور ديال العيد الاضحى ان شاء الله. عيد مبارك سعيد، يدخلكم الصحه والسلامه ان شاء الله. اراكم فيديو قادم باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع وصفه جديده في مطبخ ساره.